ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هتكلم عن حاجة تهمنا كلنا. هل سعر الذهب هيرتفع في 2025 ولا هينزل تاني؟ في الفيديو ده هنتعرف على توقعات مفاجئة لأسعار الذهب لحد 2030. لو عايز تعرف هل الذهب هيفضل غالي ولا هينزل تاني خليك معايا لآخر الفيديو عشان في مفاجآت هتخليك مش قادر تصدق اللي هتشوفه. وما تنساش طبعا الأول إنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الذهب مش بس معدن، ده استثمار مهم وبيخلي الناس في مصر والدنيا كلها تتابع سعره زي ما بيتابعوا أخبار منتخب مصر. وطبعا احنا هنا عشان نناقش كل اللي بيحصل ونتكلم عن التوقعات اللي جاية إن شاء الله، واللي بتقول إن الذهب في 2025 هيوصل لأسعار ما حصلتش قبل كده. النهارده هتكلم هل فعلا هيزيد سعر الذهب في 2025 واللي انا اتوقعه من 2026 لحد 2030. ويلا بينا نغوص كده مع بعض في التفاصيل. الناس كلها بقت بتبص على الذهب بنظرة جديدة، واللي في مصر خصوصا بيحاولوا دايما يتابعوا التغيرات علشان يشوفوا لو في فرصة للاستثمار. النهارده سعر جرام الذهب وقت تسجيل الفيديو عيار 21 تقريبا 3750 جنيه، وده رقم كبير جدا مش كده؟ بس ده مش كل حاجة. لو جينا نبص على أسعار الذهب على مستوى العالم هنشوف إن السعر ارتفع بسبب الأزمات الاقتصادية اللي مر بيها العالم في السنين الأخيرة. الناس بدأوا يحسوا إن الذهب هو الملاذ الآمن في وقت الأزمات، وده حاجة منطقية لأن لما العملة تتقلب والاقتصاد يتأثر الذهب بيبقى زي الصديق اللي دايما موجود جنبك. طيب إيه رأيكم؟ هل ده معناه إن السعر هيرتفع أكتر؟ تعالوا نشوف. الخبر الصادم بقى يا جماعة إن بعض التوقعات بتقول إن في 2025 سعر الذهب هيواصل ارتفاعه، والسعر ممكن يوصل ل 4100 جنيه للجرام الواحد في بداية السنة و4500 جنيه في نص السنة. مش هتصدقوا طبعا، بس خليكم معايا عشان اقول لكم ليه ده ممكن يحصل. في تحليلات بتقول ان في 2025 هتكون في ازمات اقتصادية اكتر، والمستثمرين هيبصوا على الذهب كملاذ آمن. ده غير كمان ان مع ارتفاع التضخم في بعض البلاد والاتجاهات العالمية اللي بتقول ان الفايدة هتفضل مرتفعة، الذهب هيكون هو الاختيار الاول للمستثمرين. ده غير ان الدول الكبيرة زي امريكا والصين هتكمل في شراء الذهب كمخزون احتياطي. يعني باختصار اللي هيحصل في 2025 هيكون عامل زي الضربة القاضية في سوق الذهب. فلو ناوي تبدأ تستثمر في الذهب الوقت ده هيكون مناسب جدا. لكن الموضوع مش هيقف في 2025، لا، توقعات بتقول ان الذهب ممكن يوصل لأسعار مجنونة لحد 2030. بعض الخبراء بيتوقعوا ان الجرام ممكن يوصل لرقم مجنون، ونشوف ان جرام الذهب يوصل ل 5000 جنيه في بعض الأوقات. في المستقبل كل المعطيات بتقول إن الناس هتضطر تدور أكتر على الذهب كحل ضد التضخم المستمر. إيه اللي ممكن يحصل؟ الكوارث الاقتصادية الكبيرة والمشاكل في الأسواق العالمية والطلبات المرتفعة من الدول النامية على الذهب هتخلي الأسعار ترتفع أكتر من كده. يعني لو كنت لسه مش متأكد ده الوقت الصح إنك تبدأ تستثمر في الذهب. طيب دلوقتي لو أنت عايز تستثمر في الذهب في بعض النصايح البسيطة عشان تبدأ صح. أول حاجة خلي بالك من التوقيت. سعر الذهب مش ثابت وعشان كده لازم تتابع السوق وتختار الوقت اللي يناسبك. تاني حاجة ما تستثمرش كل فلوسك في حاجة واحدة، حاول توزع استثماراتك ما بين أكتر من مجال وخلي جزء من فلوسك في الذهب كحاجة فيها أمان. وفي النهاية عايز أقولك على حاجة مهمة جدا، لازم تعرف إن الذهب مش بس عشان الأزمات، ده كمان استثمار طويل المدى. ومع الأسعار اللي هتزيد لو بدأت دلوقتي هتكون محظوظ جدا. إزاي لسه ما عملتش لايك؟ لو عجبك الفيديو اعمل لايك دلوقتي عشان الفيديو دوت يوصل لأكبر عدد من الناس. ولسه مش مشترك في القناة اللي مخليك مستني؟ اشترك دلوقتي عشان تتابع كل جديد عن الاستثمار في الذهب وفي الفضة وفي الدولار كمان. ولو عندك أي استفسار أو محتاج استشارة خاصة ياريت تتواصل معايا في التعليقات وأنا هكون سعيد جدا إني أساعدك. ولو عايز تعرف أكتر عن استثمار الذهب في 2025 روح شوف الفيديو اللي فات على القناة، هتلاقي فيه تفاصيل أكتر هتفيدك جدا أكيد. بشكرك جدا على المتابعة، ولو عايز تعرف أي حاجة تانية ما تنساش تكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله أنا وإنت نتقابل الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.